مجموعة صحاب قاعدين في الغابة عشان يحتفلوا بعيد ميلاد صاحبتهم إيلز. في نفس الوقت بيكتشفوا إن هايلي وجرانت انفصلوا عن بعض. بعد شوية بيلاحظوا إنهم خلصوا كل الحاجات اللي كانوا بيشربوها وعاوزين يشربوا حاجات تانية، بس مفيش ديليفري في المكان اللي هم فيه. باكستون بيقول لهم إنه متأكد إن القصر ده في مكان مخفي مليان حاجات يشربوها، وفعلا بدأوا إن هم يدوروا في المكان كله. وهم بيدوروا بيلاقوا يافطة مكتوب عليها ممنوع الدخول، وطبعا مش هيسمعوا الكلام. لوكاس بيكسر الباب عشان بيدخلوا الأوضة لكن ما بيلاقوش أي حاجة يشربوها هناك. لكن المفاجأة إن الأوضة دي مليانة حاجات غريبة ومرعبة. هايلي بتقول لهم إن دي معدات فلكية قديمة، وفي نفس الوقت باكستون بيلاقي علبة اللي هي فيها الكروت بتاعة التاروت وشكلها بيكون غريب. وبعد كده بيقول لأصحابه إنه لقى الحاجات دي. إيلز بتطلب من هايلي إن هي تشوف لهم التاروت لأن هي بتفهم في قراية التاروت. هايلي بتوافق بس بتقول إن الكروت دي شكلها مرسوم يدوي وإن هي ما شافتش كروت خالص قبل كده بالشكل ده. بتشرح لهم إن كل برج من الأبراج الفلكية بيكون ليه كارت معين، وكمان الكواكب هي اللي بتوضح الحاجات اللي بيسألوا عنها التاروت وبتخليهم إن هم يوصلوا للإجابة بشكل مظبوط. قبل ما بيبدأوا بقى يشوفوا التاروت في عاصفة قوية بتضرب المكان ودي بتخليهم كلهم يخافوا. هايلي بتقول إن مفيش داعي يكملوا لأن في قانون خاص بالتاروت بيقول إنك ما ينفعش تستخدم كارت بتاع حد تاني. لكن إيلز عشان ده عيد ميلادها فحابة إن هي تعرف مستقبلها وتشوف التاروت. هايلي بتكون مترددة فبترفض في الأول وبعد كده بتوافق. بتشرح إن بيبقى فيه 12 كارت تاروت محطوطين على شكل دايرة، وكل كارت منهم بيدل على حاجة معينة وبيبقوا مربوطين بالأبراج بتاعتهم. بس الكارت رقم 13 ده بيبقى موجود في النص وبيوضح الحاجة اللي بيسألوا عنها التاروت وبيساعدهم يفهموا باقي الكروت. بتبتدي تشوف التاروت بتاع إيلز وبتقول لها عشان انت برج الميزان دايما فضولك بيخليكي عاوزة تكتشفي المجهول وهتطلعي سلم النجاح، بس خدي بالك عشان كارت الكاهنة ده بيحذرك ان ممكن حاجات مش كويسة تحصل لك، فعشان كده لازم تاخدي بالك كويس. وبعد كده بتقرا كارت مادلين وبتقول لها انت لما بتحسي بالخطر في اي وقت بتهربي على طول، لكن طلبت منها الشهر ده ان هي تبطل هروب وتحاول تواجه الحاجات الصعبة اللي بتحصل لها. وفي الوقت ده بيكون باكستون راح للحمام، ولما بيخرج بيشوف واحد واقف قدامه لكن بيختفي لما النور بيشتغل فجأة. ودلوقتي هايلي بتشوف التاروت بتاع بايج وبيكون البرج بتاعها العذراء، وده بيخليها دايما عايزة تفهم كل حاجة، لكن الشهر ده هيكون صعب. وبتقول لها ان هي هتحس ان قدامها اتجاهين وكل اتجاه منهم مختلف عن التاني، لان الكارت بتاع الساحر اللي هو طلع لها ده دليل ان في كدبة هتتعمل عليها وهتدخل في دوامة مش هتبقى فاهمة ايه اللي بيحصل لها. باكستون بيجي تاني والكل بيطلب من جرانت انه يشوف التاروت بتاعه، بس هو ما بيبقاش حابب يدخل في الموضوع ده. بعدها باكستون بيطلب منها ان هي تشوف له التاروت بتاعه، وهايلي بتقول ان الكارت ده بيوضح انه لازم يتصرف بعقله وما يتسرعش في اي حاجة، وبتنصحه انه يفضل مع الناس اللي بيثق فيهم، ولو حس انه مخنوق او متكتف يحاول يسيطر على نفسه وما يقلقش خالص. هايلي بتقول للوكاس انه شخص حساس وبيحب يعمل حاجات جديدة، ودي من صفات برج الجدي اللي هو بتاع لوكاس. وبتقول ان هي شايفة ان حالته المادية هتتغير وهيبقى في حب في حياته، لكن الكارت اللي طلع ده ممكن يكون تحذير انه ما ياخدش قرارات غلط الفترة اللي جاية، وبتطلب منه انه يفكر كويس قبل ما يدخل على اي حاجة جديدة. وبتقول له انه شخص ممكن يضحي عشان اللي بيحبه، لكن في نفس الوقت بتطلب منه ياخد باله لانه ممكن يلاقي نفسه ماشي في السكة الغلط. بعد كده جرانت بيوافق انه يشوف التاروت. هايلي بتقول له ان انت برج الاسد وده بيكون شخص كريم ومخلص وبيبقى قائد للناس اللي حواليه، بس في نفس الوقت من عيوبه ان الاسد عنيد وشايف نفسه احسن من الناس كلها ودايما حاسس انه لازم يكون صح. جرانت بيفكر ان هي بتألف الكلام ده وبيبدأ يمشي، لكن هايلي بتوقفه وبتقول له ان كارت الشيطان اللي طلع بيدل على الحاجة الوحشة اللي في حياته وانه ماشي في سكة ضلمة خالص، والشهر ده لازم يواجه شيطانه ويعمل تضحية او هيخسر شخص مهم في حياته. هايلي بعد كده بتسحب كارت عشان تشوف لنفسها وتكتشف ان الحب هيكون نهايتها. في اليوم اللي بعد كده بتروح الجامعة، ويلز بتكون لوحدها في السكن لان باقي الناس راحوا الحفلة في النادي. ويلز وهي على التليفون مع بايج بتخرج من الحمام وبتتفاجئ عشان شايفة سلم بيوصل لباب في السقف. بتندهلهم عشان تشوف لو في حد فوق لكن مش سامعة صوت لأي حد. بتقفل الباب ده وبتروح الأوضة بتاعتها. بعد شوية إيلز بتتخض عشان سمع حد بيضحك بصوت عالي بره، فكرت ان البنات رجعوا وفي حد بيهزر معاها او حاجة فراحت عشان تتأكد، لكنها اتفاجئت لما شافت السلم تاني، وفي اللحظة دي لقت حاجة اتحركت وراها واختفت. إلز فكرت تاني ان اصحابها بيحاولوا يخوفوها لانها سمع صوت من فوق ان في حد بيجري وبيضحك،
طلعت السلم عشان تتأكد، لكن لما ما شافتش حد بدأت تخاف أكتر من الأول. وفجأة في حركة حصلت خلتها خلاص ما بقتش قادرة تسيطر على خوفها. الإضاءة عمالة بتترعش وسمعت إن حد بيضحك تاني بس مفيش حد قدامها. لما بصت لفوق حست إن الجو اتغير وشافت الكارت بتاع الكاهنة قدامها. وأول لما لمست الكارت كائن غريب بدأ يجري وراها وده خلاها إن هي تقع. الكائن ده شد السلم ورفعها، ولما حاولت إن هي توصل لتليفونها في قوة خفية شدتها تاني لورا. خافت قوي وبتحاول إن هي تهرب بس الكائن ده ضربها لحد ما خلص عليها. تاني يوم كل أصحاب إيلز كانوا قاعدين وهم مصدومين وزعلانين من اللي حصل لها، وعشان هايلي لقت إن بايج أكتر واحدة زعلانة فقالت لها إنها هتفضل معاها. وفي نص الليل بايج صحيت مفزوعة من كابوس، ولما هايلي حاولت تهديها بايج قالت لها إن هي دايما بتشوف وش إيلز كل ما بتقفل عينيها، وقالت لها إن هي متأكدة إن إيلز ما كانتش هتموت لو هي كانت موجودة معاها ساعة اللي حصل. هايلي قالت لها لا، اللي حصل ده انت ما كنتيش هتقدري تعملي في حاجة، وده القدر بتاع إيلز، يعني كده كانت هتموت. وبتحكي لها عن طفولتها وإن هي كانت عايشة في بيت قديم زمان وأبوها سابها قبل ما تتولد فكانت عايشة مع أمها بس. مامتها تعبت وحاولوا يعالجوها بس مفيش أي حاجة نفعت معاها، وفي اللحظة دي شافت إن التاروت ممكن يكون الحل. كانت دي طريقتها عشان تحاول تفهم اللي هيحصل لأمها، وفضلت تشوف التاروت وكل مرة كانت بتلاقي إن أمها هتموت، وفي النهاية ما قدرتش إن هي تنقذ أمها من الموت. وبتقول كده البايج عشان ما تلومش نفسها هي كمان على اللي حصل لإيلز، لأن محدش هيقدر يمنع الموت. وفي الوقت ده الكائن ظهر ورا لوكاس لكنه اختفى لما خد باله. ولما وصل لوكاس لمحطة القطر النور بدأ إنه ما يبقاش ثابت، وهو قال يتعامل عادي ويتجاهل الموضوع، لكن بعد شوية بدأ يسمع أصوات مرعبة واتفاجئ لما شاف حاجة واقفة بعيد. الكائن بدأ يتحرك ناحيته وده خلى لوكاس يهرب ويجري. دخل منطقة ممنوع حد يدخلها بس بيحاول يهرب بأي شكل وما يموتش، وهو ماشي داس على جرنان مكتوب عليه انت هتموت النهارده. اتصدم كمان لما شاف صورته مطبوعة قدامه، وفي اللحظة دي بيبدأ يسمع كلام هايلي لما كانت بتشوف له التاروت، وبيحاول انه يستوعب اللي بيحصل بس الكائن ده ما بيدلوش فرصة وبيظهر تاني وبيجري وراه. بيحاول انه ينقذ حياته فاستخبى جوه القطر لكن الكائن ده بيوصل. لوكاس اول ما بيشوفه فجأة بيتخض وبيوقع، والقطر اللي جاي في الاتجاه المعاكس بيدوس عليه وبيموته. بعد كده اصحابه كانوا مصدومين من خبر موته، وباجي اقترحت ان هما بالليل يفضلوا مع بعض عشان ما حدش يحصل له حاجة ويبقوا في امان. هايلي فهمت ان اصحابهم ماتوا وده ممكن يبقى بسبب التاروت، فابتدوا يشكوا ان في حاجة غلط بتحصل، لكن جيرانت لسه ما كانش مصدق. باكستون اقترح ان هم محتاجين حد بيفهم يقول لهم ايه اللي بيحصل. هايلي دورت ولقت واحدة اسمها ألما ستورم ودي متخصصة في السحر والتاروت. شافوا مقال بيتكلم عن مجموعة من الناس في المكسيك ماتوا بعد ما شافوا التاروت، يعني نفس الحاجة حصلت معاهم. دلوقتي هم وصلوا بيت ألما ستورن وبيخبطوا على الباب، لكن هي في الأول طلبت منهم يمشوا. هايلي قالت لها ان اصحابهم بيموتوا بسبب التاروت وان هم لو ما عملوش حاجة هيموتوا هم كمان، ولما سمعت كده فتحت لهم الباب. هايلي بتقول لها ان 2 من اصحابهم ماتوا زي ما التاروت اتوقع بالظبط. ألما طلبت تشوف الكروت بتاعت التاروت ده لكن هايلي قالت لها ان هي مش موجودة معاها دلوقتي. سألت هايلي وقالت لها يا الكروت دي كانت في علبة خشب ومرسوم عليها حاجات مخيفة؟ هايلي قالت لها بالظبط زي ما انت بتوصفي كده، وطلبت منها ان هي تفهمها ايه اللي بيحصل بالظبط. ألما شرحت لهم ان الكروت دي ملعونة وبسببها حصل حوادث لناس كتير، وهي شخصيا حصل لها حادثة لما كانت في لندن بس لحسن الحظ ان هي عدت منها وفضلت عايشة لحد دلوقتي. وبتقول ان هي كانت بتشوف التاروت للناس لكن ما شافتوش لنفسها، وبتقول ان هي كانت بتحاول تلاقي التاروت ده عشان تتخلص منه، وبتفهمهم ان التاروت ده كان بتاع ساحرة عايشة في القرن ال18 وكانت بتقرا التاروت لقائد في الجيش عشان تقول له المستقبل بتاعه. وشافت في التاروت ان مرات القائد ده وابنه اللي لسه في بطنها هما الاتنين هيموتوا، وماتوا فعلا بنفس الطريقه اللي التاروت قال عليها. القائد ده من زعله على مراته وابنه اتهم الساحره ان هي السبب وخلى رجالته يموتوا بنتها، وهي عملت له سحر عشان تنتقم منه هو ورجالته عشان موتوا بنتها. وبعد كده انتحرت وبطريقه مش مفهومه ربطت روحها بالكروت بتاعت التاروت، وده التاروت اللي موجود معاهم دلوقتي. وبعد مده بسيطه القائد بيموت بطريقه مرعبه هو ورجالته، حتى الناس اللي قريبين منه. هي كده انتقمت منهم وفي نفس الوقت خلت التاروت ده ملعون واي حد هيستخدمه اللعنه دي هتحصل. ألما طلبت منهم يدمروا التاروت اللي معاهم وينقذوا نفسهم، وهم في طريقهم للقصر العربيه وقفت فجاه من غير اي سبب. كلهم ابتدوا يقلقوا لان هايلي كانت قالت لمادلين وهم بيشوفوا التاروت ان كل الاجهزه الالكترونيه هتتعطل، وفجاه فعلا ده اللي حصل في الحقيقه، والعربيه الاجهزه الالكترونيه بتاعتها اتعطلت. مادلين بدأت ما تتحكمش في أعصابها وفجأة شافت رسمة لراجل متعلق في الشباك.
اتخضت وطلعت بره العربية، وباقي الناس كانوا حاسين ان في حد معاهم. فجأة شافوا ان في كائن بيجري ناحيتها ومعاه حبل، وهايلي بتحاول توقف مادلين، بس في اللحظة دي الحبل بينزل حوالين رقبتها، وقبل حتى ما تفهم ايه اللي بيحصل الكائن ده بيشد الحبل وبيسحبها لفوق. جرانت وبقية اصحابهم وصلوا، بس بيلاقوا مادلين متعلقة وميتة. الكائن ده شدها تاني لفوق وكلهم هربوا من المكان. وبعد ما مشوا شوية باكستون قرر انه يمشي، وبيقول لهم انه زهق من كل اللي بيحصل ده. وهو في طريقه للجامعة اتفاجئ لما سمع ان في صوت حد بيضحك، لكن لما بص ملقاش حد. هو دلوقتي خايف قوي وبيحاول انه يهرب، بس شايف على الباب ان في انعكاس للكائن اللي كان موجود في الكارت اللي طلع له في التاروت، وخوفه زاد لما شافه واقف بعيد وبيبص له. دخل الاسانسير بسرعه عشان يهرب من الخطر ده، لكنه لاحظ ان الارقام بتطلع لفوق. اتحبس جوه زي ما التاروت اتوقع بكده، وعلى طول دخله الاسانسير وموته. وفي الناحيه التانيه باقي الناس كانوا وصلوا القصر. شافوا على النت ان في حاجات لازم يدمروها عشان يخلصوا من اللعنه دي، وممكن يحرقوا الحاجات دي عشان اللعنه تنتهي. هايلي رمت الكروت والعلبه في الدفايه، بس اتصدمت ان هي ما اتحرقتش، وكشفت لهم ان الساحره بتتجسد في الكروت وبتحول شكلها للكائنات اللي بتطلع تموته. وقالت لهم ان هم لازم يقلبوا اللعنه دي على الساحره ويفصلوا روحها المربوطه بالكروت. ألما حاولت تتواصل مع الساحرة، وفعلا بعد شوية بتنجح إن هي توصل لها. هايلي لاحظت إن ألما بتنزف، وألما قالت لها إن هي ما بقتش قادرة تتحرك. الساحرة قامت وسيطرت على الكروت، وبتشوف المستقبل بتاع ألما وإيه اللي هيحصل لها. ودلوقتي عمالة بترسم كارت عبارة عن 6 سيوف، وفجأة بتسحب ألما للجحيم. كلهم مرعوبين وبيحاولوا يهربوا، لكن رعبهم زاد لما وقع جسم ألما الميت قدامهم. وهما بيهربوا بالغلط بايج انفصلت عن جرانت وهايلي، لكنها بتسمع صوت هايلي جاي من الأوضة وبتنده لهم عشان يساعدوها. لما دخلت الباب اتقفل وراها، وصوت هايلي اتحول لصوت شيطاني مخيف. النور بدأ يترعش، وبعد كده اللمبة اتكسرت. وفي اللحظة دي بايج بتقابل الساحر اللي حبسها في صندوق، وبدأ انه يقسمها نصين. في الدور اللي فوق جرانت وهايلي كانوا بيتكلموا وبيشوفوا حل عشان يتخلصوا من اللعنة دي. هايلي اقترحت انه لو شافت تاروت للساحرة ممكن يقلبوا اللعنة ضدها. جرانت كان متردد في الفكرة، لكن هايلي كانت شايفة ان هي هتنجح، وبتقول ان هما كده كده في خطر ومفيش قدامهم اي حل تاني. فجأة جرانت اتسحب من الشباك، وهايلي اترعبت لما شافت الشيطان وهو بيقرب منها قبل ما يختفي في الضلمة. بعد كده ظهر كائن الموت وفجأة حاول يهاجمها، لكن هايلي قدرت ان هي تهرب من الأوضة. لكن وهي بتهرب كائن الموت هاجمها تاني وحاول انه يخلص عليها، بس جرانت بيجي في الوقت المناسب وبيقدر انه ينقذها، وبيقول لها انه هيفضل ماشي وراها عشان يشتت الكائن ده وما يخلوش يأذيها. وفي نفس الوقت طلب منها ان هي تشوف التاروت عشان هم عاوزين يشوفوا التاروت بتاع الساحرة ويقلبوا اللعنة عليها. هايلي جريت عشان تشوف التاروت، وفي نفس الوقت الشيطان بيهاجم جرانت. هايلي بسرعة بدأت تقرا الكروت، ولاحظت ان كل الكروت بتوع الساحرة جايين بالمقلوب، وده بيدل ان الساحرة حاسة بحزن جامد على موت بنتها. هايلي بتقول للساحرة انها فاهمة احساس ان هي تخسر حد غالي عليها، وان التفكير في الماضي مش هيفيد بحاجة في المستقبل. الساحرة رفعت هايلي في الهواء وحاولت ان هي تخلص عليها بكل قوتها، لكن هايلي وقفت قدامها وقالت ان هي خلاص شافت التاروت بتاعها والموضوع انتهى. الساحرة شافت قدامها كارت الموت، وفي اللحظة دي هايلي قدرت تتخلص من الحزن اللي كانت حاسة بيه بسبب موت امها، وده خلى روح الساحرة المربوطة بالكروت تطلع وتتحرق في النار. ودلوقتي هايلي وجرانت اتصالحوا بعد ما قدروا ان هما يهربوا من الموت، وعلاقتهم بقت اقوى من الاول، وهما دلوقتي في طريقهم للبيت. والمفاجأة بقى وهما ماشيين في الطريق لو باكستون كان لسه عايش، وطلع انه ما ماتش لان صاحبه في الجامعة فتح له باب الاسانسير، وده خلى الكائن اللي كان هيموته يختفي قبل ما يعمل له حاجة. وبيخلص ملخص الفيلم. اعمل لايك وكومنت للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس، واحلى سلام عليك يا باشواتي.